هي القصه ابتدت البنت بتقول لي يا بابا انا عايزه لعبه. قلت لها بصي اطلعي بينا فوق، لعبتي وزفت ايه وانا فاضي مش فاضي. بصي ركزي في مذاكرتك. قلت لي بص يا بابا لو جبت لي اللعبه انا مش هطلب منك مصروف اسبوع كامل، وخد كمان مش هطلب منك اي لعبه في العيد، ولو عملت كده ما تجيبليش حاجه تاني. اتفقنا؟ اتفقت واقتنعت ورحت جبت لها اللعبه. تعرفوا ان انا اصلا ما كنتش اعرف ايه هي اللعبه دي؟ تعرفوا ان البنت اللي عندها 10 سنين عرفت تقنعني بان انا اجيب لها حاجه اصلا انا ما اعرفش ايه هي الحاجه اللي هي عايزاها، بس هي عرفت تقنعني. اقنعتني مش عشان هي كلمتني عن المنتج اللي هي عايزاه، اقنعتني عشان عرفت تدخل لي بالطريقه الصح اللي تعرف تكسبني في صفها. البنت اللي عندها 10 سنين دي هي عندي وعندك وعندك وعندنا كلنا. اطفالنا من صغرهم اصلا بيعرفوا يبيعوا، بيعرفوا يتعاملوا مع الناس، بيعرفوا ازاي يسوقوا للحاجه اللي هم عايزينها. زي ما انا بقول لك، فاللي مطلوب منك يا حبيبي ان انت ما تقولش عايز اتعلم ازاي ابيع، دي ما بتتعلم، دي حاجه اصلا جوانا احنا بنعرف نعملها، بس اللي عليك كل حاجه تفكر فيها ان انت ازاي تعرف تراضي العميل. اللي انت لازم تتعلمه فعلا تعرف العميل اللي داخل عليك ده وضعه عامل ازاي عشان تعرف تقنعه بالبيعه اللي انت هتبيعها. مهما كانت البيعه بتاعتك حلوه تمام، كل حاجه فيها تمام، ناقص بس الخطوه الاخيره اللي هي هتنهي البيعه. هي ايه؟ ان انا اعرف احتياجات العميل نفسه، لان ممكن المنتج بتاعك يبقى جبار ومالوش حل بس مش مناسب ليا. انا مش قادر، عندك عربيه امكانياتها رهيبه بس بكذا مليون وانا معيش الكلام ده، فانت اصبحت هنا ما عرفتش تكسبني عشان ما عرفتش تسوق السلعه بتاعتك صح. ليه؟ مش عشان السلعه بتاعتك وحشه، لا، عشان المنتج بتاعك سعره مش مناسبني، فانت اخترت تتكلم عن المنتج، ما اخترتش وما فكرتش ان انت تتكلم عنه. فهي نصيحه دلوقتي، محدش يقول لك روح اتعلم ازاي تبيع، لا، انت روح اتعلم ازاي تتعامل مع الناس، ازاي تعرف تسوق للناس، مش انك تبيع المنتج. المنتج ده بيعته سهله، بس اهم حاجه اعرف العميل اللي جاي لي دوت وضعه ايه، حالته الاقتصاديه ايه، دنيته ماشيه ازاي، هو فكره ودماغه وشغله واسرته وضعها عامل ازاي، وبناء عليه اعرف احطه في اي بيعه واكون كسبان وتكون الصفقه ناجحه 100%. ببقى مشفق جدا على الشباب اللي هي بتضيع وقت كتير جدا، انا رايح كورسات كذا، رايح كورسات كذا، رايح كورسات كذا. ليه؟ بيتعلم. انت عارف علم على علم على علم على علم ده يعمل لك اصلا تشويش في دماغك اصلا، وممكن في النهايه ما تعرفش تشتغل اي حاجه. انت عندك معرفه كتير بس مش مترتبه، مش مرصوصه صح، مش متوظفه صح ان انت تحطها في حته صح تجيب لك فلوس. يبقى انا استفدت ايه من العلم؟ ما هو العلم لو مش هيفيدني او اعرف افيد بيه غيري يبقى ملوش اي لازمه. يبقى اصبح العلم في الراس، انا ولا بعرف اطبقه على نفسي ولا بعرف اديه لاي حد واكتسب منه عشان هو يكسبني، فاصبح هي معرفه بدون اي جدوى، بدون اي استثمار ليه. الحاجه دي انا بسميها هي المعلومات المزيفه. عندك معلومه ومش عارف تستخدمها، دي معلومه مش هتفيدك، بالعكس اصبحت زحمه دماغك بافكار، فانت ما بقتش عارف تحط افكار تانيه او تنظم افكار او تاخد تجربه عمليه في شغل عشان تبدا فيه، لان دماغك قد كده بس بنتيجه لا مش بنتيجه. طب انت عايز تشتغل تعمل ايه؟ شمر وانزل اشتغل. شمر، اعرف الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها، اعرف معلومات كافيه عندها، اتوكل على الله، دوس يا معلم، دوس. هتتلخبط ويتقال لك لا وتترفض ومره واثنين وثلاثه، هتتعلم وهتكتسب خبره وهتشوف اراء الناس الحلو والوحش، وهتعرف ازاي تدخل للناس وازاي تسوق منتجك وازاي تكبر وازاي تنجح. طول ما انت خايف مش هتعمل. لازم تنزل على ارض المعركه، لازم تنزل برجلك كده في وسط الطريق وتحاول وتكرر. مهما كانت الحاجه الصغيره ناقصه الجرأه اللي انت تتخذها عشان تتوكل على الله. حتى لو هتخسر انزل، هتتعلم وهتشوف اراء الناس وهتشوف مين اللي هيقول لك ومين اللي هيقول لك لا، وبناء عليه هتبدا تنظم بقى ساعتها مش افكارك بس، هتبدا تنظم ليك سيستم واسلوب وطريقه لنفسك تبقى مختص بيها وتدير بيزنس ناجح. انت مش ناقصك بس غير ان انت تاخد خطوه.
سلام.